السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أحبائي. اليوم رجعت لكم كما وعدتكم بعد نهار اللي فصصت الجلبانة ووريتكم كيفية تخزينها. وعدتكم في النهار هذاك باش نوريكم وصفات بالجلبانة. اليوم باش نوريكم أول وصفة وهي سلطة الجلبانة. سلطة من ألذ السلطات. نبدو على بركة الله نشوفوا مع بعضنا اللوازم. نبدو بكمية الجلبان شفتوه كعبة كعبة، مازلت ما غسلتهاش، يلزمني نغسلها قبل ما نحطها. واللي مش متوفر عنده الجلبانة ينجم يعملها باللوبيا الخضراء تعطي نفس البنة. سفناري مقطعة قطع صغيرة، طماطم، بطاطا، بصلة، قرنين فلفل، وهذه شوية مخللات سفنارية ولفت، واللي عنده أنواع أخرى كما البيتراف والحاجات الأخرى الكل ينجم يحط. وما ننسوش التن والبيض للتزيين. وكما تعرفوا كل سلطة لازمها شوية قارص شوية زيت وشوية فلفل أكحل. وعندي كمية الماء هذه أنا نفضل نطيبها على البخار باش تبقى صحية، واللي يحب يطيبها على الغاز يحط كسرونة يحط فيها أول مرة الجلبانة والسفنارية يخليها تطيب شوي قدر ربع ساعة، وبعد يضيف البطاطا ما يحطهمش مع بعضهم خاطر البطاطا تتهرب، واللوازم الأخرى هذوكا نيين يتحطوا. ما نطولش عليكم برشا، هاي مع بعضنا نشوفوا الطريقة. تويكا تعالوا معايا باش نوريكم الاباريل باش نستعملها. هذه اباريل فيليبس نتاع الطبخ على البخار، متكونة من 3 طوابق. طابقين هذوما الزوز باش تحطوا فيهم الخضرة، والطابق اللوطاني يتصب فيه الماء اللي باش يبخر الخضرة. نصبوا الماء حتى للعلامة اللي حاطينها هما، ما يلزمناش نفوتوا الخط هذا. ونحطوا الغطاء هذا اللوطه باش يشد لنا عباره على كساكيس هذا. هذا الاول نحطوا فيه الخضر المستعصيه شوي كما السفناريه والجلبانه، هاي بعد ما غسلتها. ونحطوا الكسكس الثاني، نحطوا فيه البطاطا خاطر ما تطلبش طبخ برشا، ونغطوا. وبعد ما حطيت الخضر اللي باش نطيبها حطيت كما تشوفوا السفناري والجلبانه في الطبق الاول والبطاطا في الطبق الثاني، وعندها غطاء يتغطى به. وباش ندورها نخدمها تويكا بالبوطون هذايا كما تشوفوني. هاو هنا فما الانواع الكل نتاع الخضر عندي هنا باش نوقفها في البطاطا، ونستناها حتى تسوني. وان شاء الله تو كيف تسوني نرجع لكم باش نكملوا مع بعضنا الوصفه. تو رجعت لكم بعد ما طابت الخضر متاعي كما تشوفوا. هذه البطاطا وهذيك السفنارية والجلبانة. تويكا تبعوني باش نهز نخلطها مع الخضر النية اللي وريتها لكم سابقا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه البطاطا، هذه الجلبانة والسفنارية. وتو على بركة الله باش نكمل باقي اللوازم. هذه الطماطم، هذا الفلفل، هذا البصل، هذا مخللات متاع سفنارية ولفت، هذه معدنوس. تو بعد ما صبيت كل شيء مع بعضه باش نفوح، باش نعمل شوية فلفل أكحل، شوية قارص. مانيش باش نعمل الملح هنا على خاطر التن والفاريونت مالح. زيت زيتونة بالطبع، والتن. وباش نخلط مع بعض الكل، وباش نحرك المكونات كلها مع بعض.
شوفوا فيك المنظر الزاهي والالوان المختلفة، تعطي الشاهية من قبل ما يبدأ ياكل. بعد التخليطة هذه الباهية ما بقى لي كان باش نزينها من فوق بشوية زيتون وعظم، او نزينها ونوريها لكم في الاخر. وهذا الطبق متاعنا جاهز للتقديم، سليطة على كيفكم. نوعية السلطة هذه هي المفضلة لي وللعائلة، جربوها وما تندموش. ملتقانا في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلي على سيد النبي، ألف صلاة ما تكفي، ألف صلاة ما تكفي. صلي على سيد النبي، ألف صلاة ما تكفي، ألف صلاة ما تكفي. لا تزيدنا مسك وعنبر، ومن صلى عليه يتعطر. لا تزيدنا مسك وعنبر، ومن صلى عليه يتعطر. بريح النبي صلي عليه، صلي على سيد النبي، ألف صلاة ما تكفي، ألف صلاة ما تكفي. صلي على سيد النبي، ألف صلاة ما تكفي. صلي على الهادي المختار، وسيد النبي زهر الأنوار. صلي على الهادي المختار، وسيد النبي زهر الأنوار. جد الحسين صلي عليه، صلي على سيد النبي، ألف صلاة ما تكفي، وألف صلاة ما تكفي. صلي على سيد النبي، ألف صلاة ما تكفي. صلي على شفيع الأمة، والمصطفى يجلي الغمة. صلي على شفيع الأمة، والمصطفى يجلي الغمة. طه وياسين صلي عليه، صلي على سيد النبي، ألف صلاة ما تكفي، وألف صلاة ما تكفي. صلي على سيد النبي، ألف صلاة ما تكفي. وهادي يا هادي خير البرية، فضلك عليا يا مفتاح الجنة. هادي يا هادي خير البرية، فضلك عليا يا مفتاح الجنة. أحمد محمد عز العروبة، نبي التوبة، يا مقيم السنة.